لو المدرب بتاعك اداك تمرين سوبر ست لعضلتين عكس بعض فهو صح. اما بقى لو اداك تمرين سوبر ست لنفس العضله بس زاويتين مختلفين فهو برضه صح. خلينا افهمك ليه. السوبر ست حاجتين، حاجه اسمها اجونست وحاجه اسمها انتاجونست. الاجونست هي العضله اللي بتتمرن والانتاجونست هي العضله اللي عكسها. بمعنى ان انا لو بتمرن بايسبس بالبار، مرجحه بالبار كده مثلا، وقمت مخلص اخر شاكوش او هامر كيرف، فدول زاويتين مختلفين، فده يمشي سوبر ست وهو ده الاجونست. اما بقى لو انا بتمرن هامر كيرف وقمت مخلص سايبه وقمت داخل ترايسبس بوش داون، فده الانتاجونست، عضله قصاد عضله. السوبر ست ده لازمته ايه؟ واحد، هيوفر وقت. اتنين، هيزود ضخ دم للعضله. وفي حاله الانتاجونست انت بتعمل بالانس ما بين العضلتين، العضله اللي شغاله الاولانيه والعضله الثانيه اللي عكسها، عشان تحافظ على القوه والتوازن ما بينهم وتقلل خطر الاصابه. وما تنساش انا دايما بديك النصيحه، انت حر تعمل بيها او لا. سلام.